السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه يا جماعة؟ أنا بتكلم مع الشباب المهملين في نفسهم، مش مهملين في حاجة تاني، في نفسهم. أنت ليه مهمل في نفسك؟ أنت ليه راميها؟ ليه سايب كل حاجة كده؟ ليه ما بتقدرش إن أنت مخلوق وراك التزامات وليك نفس وليك حاجات عايز تعملها؟ ليه؟ ليه ما بتقومش تدور على شغلك؟ ليه ما بتقولش تدور على هدفك؟ دور على كل حاجة. قول يا رب، قول يا رب، وربنا مش هيسيبك. قول، اطلع اشتغل مع اي حد، اي حاجة. اطلع اعمل اي حاجة، اطلع سلي وقتك. صدقني، الوقت اللي انت قاعده مع اصحابك ده مش هيفيدك. في اصحاب واقعين خالص، في اصحاب بيوقفوا الدنيا. ولا شغل ايه، ودي بكام، ودي جايبه همها، ودي مش جايبه همها. لازم تقوم تشوف حالك، ولازم تشوف هتعمل ايه. انا بتكلم مين؟ انا بكلم الشباب اللي هي عايزه تعمل حاجه، اللي بيقول انا عايز اشتغل، اللي بيقول انا نفسي اعمل كذا ونفسي اسوي كذا. مش بكلم اللي هو راميها، اللي انا قاعد على القهوه ولا قاعد هنا ومفيش شغل مناسب ومفيش شغل عايز يجي. انا ما بكلمش دول خلاص كده، العمليه وقفت معاهم. انا بكلم الناس اللي عايزه تشتغل، الناس اللي عايزه تعمل حاجه. اقعد مع ابوك واتكلم معاه، قول له يا ابويا انا عايز اشتغل، عايز اعمل اي حاجه. حدد هدفك، حدد. انا عارف ان كل واحد فيكم وكل واحد ليه هدفه، بس هدفك ده مش هيتحقق الا لما تنوي. قول يا رب. واقف ليه؟ واقف ليه؟ ما توقفش. اتكل على الله اسعى، اشتغل مع صنايعي، اشتغل مع اي حد، اشتغل. لو انت معاك شهادة، شغل نفسك باللي موجود لحد ما ربنا يسهل. طيب معاكش شهادة، اشتغل مع اي حد، اشتغل في اي حاجة. ما تقولش لا. حرام، حرام عليك نفسك. هيجي عليك وقت عايز تخطب وعايز تتجوز مش هتلاقي نفسك. ساعتها هتقول يا ريتني عملت، يا ريتني اشتغلت، مش عارف اشتغل. ولما تتجوز مش هتلاقي شغلانة، والله ما هتلاقي. لانك انت اصلا ما بتشتغلش وما تعودتش على شغل ولا شفت شغل. اتقي الله واشتغل. اتقي الله في نفسك اولا وفي اهلك. اتقي الله في كل حاجة. ما ينفعش تشتغل من غير ما يكون عندك هدف. اشتغل وحقق هدفك ايا كان هو ايه. طب بص، انت ممكن تشتغل اي شغلانة لغاية مثلا ما ايه، يعني تلاقي الشغلانة اللي نفسك فيها. هتتعرف على ناس وهتشوف ناس، وساعتها الدنيا هتظبط معاك. ظبط نفسك كده واشتغل. وانا مش هقول لك غير كلمة واحدة، مش هينفعك في الدنيا دي غير شغلك بس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.